اعمل لدنياك. اشتغل، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. اشتغل لا للإحباط. واقرا في سير الصالحين والعلماء والأجلاء والجهابذة وتعرف قد إيه استفادوا واستمتعوا. ومقولة جميلة جدا جدا: من عاش لنفسه ولد صغيرا يعيش صغيرا يموت صغيرا. من عاش من أجل رسالة ولخدمة الناس العطاء وللتعمير وللعطاء ولد صغيرا ولكنه سيعيش كبيرا، وستمتد ذكراه ويمتد عمره بعمره وذكرى كل من عاش من أجلهم. وعايز أقول للمحبط: بص اللي حواليك، ابن خالتك وابن عمتك وجارك، شفت الناس دي كلها ناجحين ازاي؟ احنا فرحانين بيهم وبنحبهم. طيب وانت هتفضل كده. جميل. اشتغل. هذا الكلام. برضه اختم بس بحاجه بسيطه جدا في النقطه دي: لو الاحباط انت مش سبب فيه، اعرف ان ربنا بيمحصك لحاجه اكبر. اعرف واحد اختبار حاول 1000 محاوله، اعرفه بالاسم والرسم، اعرفه شخصا مان تو مان، اعرفه مش خيال ما جاليش في الحلم، لا اعرفه نعم 1000 مرة. فسألته: مش كفاية؟ 1000 كتير. قال لي: يا أحمد لما الحلم يبقى النفس مش هينفع أبطل أحلم. مش هينفع بطل اتنفس. نعم. ما شاء الله. نعم. فهي الإحباط. وبعدين أنا عايز أقول بقى كلمة للطرف الثاني اللي هو مين بقى؟ المتسببين في الإحباط. طب ثواني هنعرف بقى هذا الكلام. نعم. ولكن ناخد فاصل صغير اتفضل، مع حضرتك اتفضل. ونعرف هذا المعنى الجميل. نعم. ولكن بعد الفاصل الله يكرمك. مشاهدينا الكرام بنكمل اسباب ومحفزات العطاء مع الاستاذ احمد حبيب، وبنجدد التحيه بالاستاذ احمد. أهلا بيك، أهلا بيك. إيه عندي لفتة حب لهذا البرنامج، تسمح لي أقولها؟ اتفضل. الله يبارك فيك. جميل قوي، وبالنسبة لي على أذني جديدة إن يكون سياق الكلام في حلقات سابقة وحلقتنا وحلقات إن شاء الله قادمة، إن الحلقة بتعمل عصفورين بحجر، يعني زي ما بيقولوا، اللي هو أثناء دردشتنا دي، أثناء كلامنا ده، المشاهد بيوصل له عطاء مباشر، وفي نفس الوقت بنتكلم عن معنى العطاء. ما شاء الله عليك. أسأل الله سبحانه إن يبارك يا رب ويفتح عليك يا رب. يا رب يا رب، وينفع بيك ان شاء الله استاذ احمد وبعطائك الجميل يا رب المتواصل دائما واعلامه جيدا. يا يعني رب يا رب. نرجع لنقطه خطيره جدا، نقطه الاحباط. الإحباط، إيه اللي بيعمل الإحباط؟ سيدي الكريم، الإحباط هنجيله زاويتين وطرفين. الزاويتين، الإحباط أضراره إيه؟ الإحباط فوائده إيه؟ وطرفين اللي بيتسبب في الإحباط والمحبط، الشخص اللي بيحصل له إحباط. هنيجي الأولانية، الإحباط ليه فايدة كبيرة جدا جدا جدا. له فايده. نعم. إيه فايدة الإحباط؟ إن لما تيجي تقدم على حاجة في واحد يقول لك لأ، أو يمنعك أو يقلل من عزيمتك أو يثبطك، أنت بتحاول المرة التانية بأدوات جديدة. ابتكار لوسائل طبعا الانجاز. نعم. القوة الثلاثية: الابتكار والسرعة والمرونة. نعم. فأنت تخيل كده إنك بتقدم، طب المرة التانية 3 4 أدوات غير الأولانيين، 12 أداة ما نفعوش، خش على الأربعة اللي بعدهم. فايدة الإحباط. ضرر الإحباط: في ناس قدراتها ضعيفة ما تستحملش ان هي تحبط مره واثنين وعشرة وعشرين، في ناس تستحمل 1000، في واحد ما يستحملش 20. فبنقول بقى للطرفين بقى. اول طرف اللي هو سبب في الاحباط: لو انت قدمت قريبك عشان هو ظريف ولطيف في وظيفه معينه فعملت للمستحق احباط، راعي ربنا سبحانه وتعالى. يراعي ربنا سبحانه وتعالى في هذا العطاء. في هذا الامر بالتحديد. اعطي الوظيفه لمن يستحق. تعرف حضرتك الشاب المهندس اللي انتحر؟ نعم. لأنه بحث عن وظيفة 7 سنوات كاملة. 7 سنوات. فلم يجدها. والله لو جينا على فكرة الواسطة نتكلم فيها، مش حلقة ولا برنامج، قناة بتيجي من القناة لمحاربة الواسطة للأسف الشديد. فنقول للشخص المتسبب في الإحباط: ادي الفرصة لمن يستحق وما تحبطش من يستحق، لأن ده في خير هينفع الدنيا كلها وفي عطاء سيصل للعالمين. أنت بتعمل فيه كده ليه؟ رقم 2 بنقول للمتسبب في الإحباط: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. طيب ليه مسيطر على عباد الله؟ ولا تجعل نواميس الكون اللي منها الإنسان معادلة الكون اللي منها البشر تسير كما تسير، كما يريد الله تبارك وتعالى، وفق مراد الله سبحانه وتعالى. في واحد اجتهد سيبه ينجح، في واحد اشتغل سيبه يعمر ويعطي. وخاف انك تمنع عطاء على آلاف من الناس فتشيل وزرهم، ولا يحملون أثقالهم مع أثقالهم. هذه السنة من سنن ربنا سبحانه وتعالى في الأرض، أن الإنسان نعم. إذا
لمس أي نقطة من نقط النجاح لابد أن تقف أمامه بعض العقبات والمعوقات، ومنها أسباب الإحباط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو نعم. إلى الخير يعني والعطاء والإعمار للأرض والبشرية بكل سمات الأخلاق، لأنه حورب حربا شديدة. جات لي فكره يعني خطيرة. أقف بس كمان نقطة اتفضل. صغيرة. سيدنا لوط يعني ذكر قومه أخرجوا آل لوط من قريتكم. نعم. لماذا؟ إنهم يطهرون. أناس سنة يتطهرون. الحياة. هل أصبحت الإنسان متطهر نظيف طاهر أصبح عيب يخرج به من بلده؟ هذه سنة من الإنسان لابد نعم. أن يقف أمامه من هم يعني يحفزون ويعملون على إحباط الآخرين. نقف عند الفكرة بتاعت حضرتك، اتفضل. عندي فكره بقى ايه جميله ضد البرنامج. لا للعطاء، لا للإنصاف، لا للحسنى، لا لطلب الزيادة من الله تبارك وتعالى. ايه رأيك في الفكرة دي؟ انتهت دمار. الدنيا، انتهت الدنيا. انتهت الدنيا. نعم. توقفت حركة الحياة، توقف الدم في العروق، أصبحت غابة، أصبحت وحشية، آلاف سيحبطوا، آلاف سينتحروا، ماتت الكوادر، وصل الأمر إلى غير بيسموها إيه، المؤهلين في الميديا عندنا، في أي مجال، في أي موضوع، في أي تخصص. فعشان كده لازم إن كانت دي سنن فلا بد من دفع هذه السنن. يعني من سنة ربنا سبحانه وتعالى حق وباطل، خير وشر، بس أيضا ندفع، لولا دفع الله الناس بعضهم نعم بعض. نطرد سنة الشر. نعم. وعايز أقول أخي الكريم موقف حصل والله كان فتح من ربنا سبحانه وتعالى في هذا الموقف. أنا سجلت حوالي 100 محاضرة فيديو، طبعا هيكون معنا في الجائزة إن شاء الله. أول ما سجلت المحاضرات دي رفعتها على الإنترنت، اتصل بيا ناس من مجانا في كل مواقع، موقعي ومواقع تانية. اتصل بيا ناس احنا محتاجين نكمل المادة الفلانية ولو بالفلوس. فأقول له ابعت لي ايميلك ولما بينزل إصدار جديد ابعته له. فيبعت لي مستغرب في ايه. قلت له سؤال، انت اللي بتدي الرزق ولا ربنا سبحانه وتعالى؟ بمعنى ايه؟ خلينا برضو واقعيين عشان يبقى كلامنا المشاهد ما يقولش انتوا بتتكلموا في الخيال. اثبت لك ان ده مش خيال. بمعنى مثلا انا عايز 1,000,000 درهم، انا عايز 1,000,000 دولار، حلو الكلام، والاستاذ وائل عايز مني معلومه. هل لو انا اديتك المعلومه دلوقتي هتديني 1,000,000 دولار؟ لا، مش هينفع، لا اكتر من سبب. رقم واحد، المعلومه ما تستاهلش 1,000,000 دولار، هي تستاهل مثلا رقم بس مش ده. رقم اتنين، معكش 1,000,000 دولار مثلا يعني. رقم ثلاثة، لو 10 زي الأستاذ وائل اديتهم ال10 معلومات، أنا هو بكمل ال1,000,000 دولار، بس برضو فين بيني وبين ال1,000,000 دولار؟ يبقى ما قداميش غير حل واحد بس، نعمل دراسة الجدوى اللي فاتت، تعامل مع ربنا، اتعامل مع ربنا. فدي الناس مستحيل هيدوك ال1,000,000 دولار لأن مش موضوعهم، مش وقتهم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. طيب نقف أحمد عند وقفة جميلة قوي عند وعلى عجالة يعني. نعم. هل للأيتام والفقراء حق في هذا المجال؟ نعم. أم هو فقط للأغنياء؟ انت كده بتعمل عندي كليك. يمين ولا شمال؟ وعايز اقول لك يعني وتاتش سكرين بقى وكل حاجه. جميل. الله يبارك فيك. اطلق من خلال موقعي الان حمله اسمها العلم للجميع. الله. بفضل الله سبحانه وتعالى. وفيها بنطرح فكره جديده للتكافل. وانا عشان اكفل لازم ادي فلوس واحط تمر واجيب فطار وغدا والبس؟ ممكن عادي. ولا ممكن اتكافل علميا؟ علميا. رائع. يعني انا عايز كل الناس تعرف استاذ وائل الDVD ان شاء الله اللي تمنح من خلال هذا البرنامج، وهي يعني مع كثير من الجهات تنشرها. هذه الDVD فيها 100 محاضرة. انا بقول للساده المشاهدين يا رب ينتفعوا بيها. ال100 محاضرة دي بشرح فيهم احتراف 8 سوفت وير في الديزاين، في الهندسة الصوتية، في المونتاج، في برمجة الألعاب التلفزيونية، في حركة البرزنتيشن، في أعمال ال2D، في موديلنج 3D، حاجات كتير داخل الDVD دي هدية مجانية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل. فعملنا فكرة التكافل العلمي ورفعنا العلم للجميع.
فجت افكار غير عاديه واقولها من خلال برنامجك، يا رب ربنا يطرح فيها البركه ان شاء الله استاذ احمد. اول حاجه واحد قال ايه؟ قال انا وظيفتي ابسط المعلومه. رائع. قال انا وظيفتي في الحياه معاكم ابسط المعلومه. انا راجل دارس يعني بوليتيكال ساينس، دارس يعني مواد سياسيه وبتاع، فدماغي عاليه، انا مش مهتم بالجانب ده دلوقتي، هشتغل معاكم ابسط لكم المعلومه فادوني اعرف اصيغها بشكل او باخر. واحد تاني قال صور المعلومه. نعم. يعني لو انت يا احمد بتتكلم، لا انا هطلعها بشكل كرتوني. جميل. وتاني يعملها بشكل برزنتيشن، وتالت يسجلها فيديو ويبعتها، ورابع ما بيعرفش يعمل اي حاجه قال فكره جميله قوي، هاخد الرابط من على الانترنت اديه لزمايلي. ما شاء الله ما شاء الله. هو ده التكافل اللي نعم. احنا بنبحث عنه في العلم. نعم. والحقيقه الوقت مع حضرتك بيمشي الله بسرعه يبارك فيك جدا جدا ويحميك. جدا، واكيد هيكون لنا الله حلقات يكرمك. تانية مع حضرتك ان شاء اتشرفت الله. بيك والله يا استاذ وائل. وبنشكرك على الهديه الجميله الدي في دي اللي عليه اشهر برامج تطوير المالتي والله ميديا. من الله سبحانه وتعالى، ليست مني. يعني نعم. الحمد لله عز الحمد وجل لله. الذي سقاها من خلالك الحمد يعني. لله. ونفع الله بك الحمد استاذ لله. احمد، واشكرك كثير على المعلومات القيمه اللي الله اثرتنا يكرمك.